الباحث في الشأن الخليجي صعب الصدير. أهلا بك سيدي الكريم. بداية، لماذا اختار ترامب بداية جولاته الخارجية السعودية والإمارات وقطر، وما دلالة ذلك؟ بالتأكيد هذه الزيارة هي ليست الأولى للرئيس الأمريكي، وهي أعتقد أنه أصبحت كما يقال يعني عرف ضمن السياسة أنا أتحدث عن ولايته الثانية وليست الأولى سيد الكريم. كيف؟ ممكن أنا تعيد السؤال؟ أقول لك على أنه أتحدث الزيارة الأولى له والجولة الأولى في ولايته الثانية. هو كان قد قام بهذه الجولة عام 2017. هو كل الرؤساء الأمريكان لما نتحدث من أوباما إلى بايدن إلى ترامب، هي أكيد المقصد هي المملكة العربية السعودية. يعني أنت الآن لما تتحدث عن المملكة العربية السعودية، أعتقد أنه دور المملكة كان بارز في عملية الصراعات اللي حصلت في المنطقة، وبالحديث أيضا ما سبق هذا من القمة المهمة اللي شملت روسيا وأيضا شملت أمريكا، وكان له دور بارز في عملية تقريب وجهات النظر. فبالتأكيد هي تعتبر المملكة هي بيضة القضبان، أو هي الوسيط النزيه ما بين مفترقات الطرق، ما بين مفترقات المنظومات السياسية. هي تحظى بعلاقة مميزة مع جمهورية الصين، هي تحظى بعلاقة مميزة أيضا مع روسيا، وهي تحظى بذات الوقت بعلاقة مميزة إضافة إلى العلاقة الشخصية أيضا بعلاقة مميزة مع الإدارة الأمريكية. تفضل أخي الكريم. طيب سيد الكريم، بداية يعني ما هي أبرز الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها؟ هل رشح شيء من خلال هذا الموضوع؟ من المعلوم أن هنالك عشرات المليارات من الدولارات لعقود ما سيتم التوقيع عليها، كانوا مع السعودية أو مع الإمارات وقطر. بالتأكيد أخي، هو المهم يعني غير الزيارة السياسية، أنت تتحدث الآن عن المنتدى الاستثمار اللي هو يضم شخصيات مهمة، يضم إيلون ماسك، يضم سام أولتمان، أيضا تتحدث عن بنك سيتي، تتحدث أيضا عن مجموعات اللي هي البلاك روك، أيضا تتحدث عن بلاك ستون، وهذه تشمل مجالات متعددة. يعني قد يكون من ضمن هذه المجالات الذي رشح بالإعلام هو موضوع الذكاء الصناعي، هو الاستثمار في منظومة الذكاء الصناعي. أيضا رافق هذا الحدث رفع العقوبات التي كانت موضوعة على منظومة دول الخليج في عهد بايدن في موضوع الشرائح الإلكترونية. أعتقد أنه هذا المؤتمر الاقتصادي هو سيمثل نقلة نوعية، هو مكمل لفكرة الجي 20 بعملية نقل منظومة الطاقة ونقل مراكز القرار الاقتصادي في العالم. يعني نتحدث الآن عن منظومة هي ستكون في المستقبل القريب، بل قد تكون كانت يعني وأصبحت هي منظومة عرب يونايتد، اللي هي ستكون مكافئ بالفكرة وبالقدر وبالمكانة لمنظومة الاتحاد الأوروبي. فأعتقد أنه هذا الحدث هو يعني إشرافه وإطلاله على ولادة منظومة جديدة، منظومة اقتصادية، منظومة سياسية، منظومة تربط سلاسل الأمداد ما بين الشرق والغرب. وأعتقد أنه هذا من الأمور المشجعة، وأعتقد أنه لمكانة هذه الدول في خضم هذه الصراعات اللي تمت منذ أحداث أوكرانيا، منذ أحداث سوريا، منذ أحداث 7 أكتوبر، كل هذه الصراعات اللي كانت محتدمة في المنطقة، إلا أن حكمة هذه المنطقة بقياداتها بشعوبها بوعيه استطاعت أنه تنأى بنفسها عن هذه الصراعات وتحقق هذا المنجز المهم. نعم سيد صعب، ابقى وسأتابع معك هذا الحوار، ولكن الآن وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القصر أو إلى الديوان الملكي ضمن زيارته التي بدأها